لما تنزل عربية جديدة السوق المصري وخصوصا مع غلو الأسعار اليومين دول بعد طبعا تعويم الجنيه أكتر من مرة اللي شفناه الفترة اللي فاتت من أول 2021 لغاية دلوقتي، والارتفاع المبالغ فيه لأسعار العربيات، أول حاجة الواحد بيدور عليها العربية دي نازلة تبع أنهي توكيل، والواحد بيبدأ يطمن شوية لما التوكيل ده يبقى قديم في مصر وليه أكتر من مركز صيانة ونزل أكتر من موديل ناجح في مصر. النهاردة هتكلم عن العربية GAC M Zoom اللي نازلة تبع مجموعة عبد اللطيف جميل. لو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن العربية وعن التوكيل وعن أسعارها لموديلات 2025 تابعوني بعد الفاصل. مجموعة عبد اللطيف جميل دي اتأسست عام 1945 في جدة على إيد الشيخ عبد اللطيف حسين جميل، والمجموعة دي بتشتغل في أكتر من 30 دولة في 6 قارات، وليها تواجد قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وبتشتغل في 7 قطاعات اقتصادية زي قطاع السيارات والتمويل والعقارات والمنتجات الاستهلاكية والإلكترونية والمبادرات الاجتماعية، وشفناها عندنا في مصر هنا في قطاع التمويل وطبعا في قطاع السيارات. ومعلومة الناس متعرفهاش في مصر إن مجموعة عبد اللطيف جميل هي التوكيل الحاصل لتويوتا في السعودية من عام 1955، وطبعا كلنا عارفين يعني ايه تويوتا في السعودية، وده بيخليه أكبر موزع مستقل لسيارات تويوتا في العالم، وكمان بيوزع كذا عربية زي لكزس ودايهاتسو وهيونداي في بعض الأسواق. مجموعة عبد اللطيف جميل في مصر عندنا بقى شغالة في كذا حاجة. أول حاجة شغالة باسم أوتو جميل، وده الموزع الرسمي لعربيات فورد في مصر من 2014، وبتقدم كمان خدمة الصيانة ما بعد البيع. وشغال بنشاط تاني اسمه أوتو ستور، دي شبكة لبيع العربيات المستعملة. وفي شركة باسم عبد اللطيف جميل مصر، دي موزع لشاحنات هينو التقيلة وشاحنات فورد التقيلة في مصر، وبرضه بتقدم خدمة ما بعد البيع والصيانة. وعنده شركة مباشر للتقسيط، ودي شغالة في مصر من 1999، ودي متخصصة في تمويل وتقسيط العربيات من غير ما ترجع للبنك. واخر حاجة في 2023 خدت توكيل الحصري علامة GAC في مصر. وخلي بالكم يا جماعة GAC غير جاك، عربيات جاك الصينية دي حاجة وعربيات GAC حاجة تانية. وفتح أول منشأة متكاملة لعلامة GAC في القاهرة، وقدم لنا 4 طرازات، GS4 والجاك امبو وGAC M Zone والامكو. وطبعا عشان هو موجود من زمان، والمجموعة عندها شبكة واسعة من مراكز الخدمة والمعارض في مصر. يعني احنا عندنا مركز كبير في برواش فيه صالة عرض ومركز صيانة ومستودع كبير، وفي واحد تاني في مدينة العبور في المنطقة الصناعية، وفي واحد في القاهرة الجديدة وواحد في الغردقة وواحد في اسكندرية وطنطا. يعني في أكتر من مركز خدمة على العربية، متقلقش من الموضوع ده. دلوقتي هنتكلم عن عربية النهاردة GS3 M Zoom. العربية دي أول جيل نزل منها في الصين في 2017، والجيل التاني من العربية شفناه في الأسواق العالمية في 2023، ونزل مصر مع التوكيل بتاعها في 2024، يعني متأخرش علينا. والعربية في منطقة الشرق الأوسط عندنا موجودة في كذا دولة زي مصر والسعودية والإمارات، وبتتقدم بنسخة واحدة بس، موتور 1500 سي سي 4 سلندر 16 صباب تربو، بيطلع 174 حصان عند 5500 RPM و270 نيوتن متر عند 4500 RPM، والتسارع بتاعه من 0 ل 100 في 7 ثواني ونص، وأقصى سرعة بيجيبها 190 كيلو. والعربية بتيجي معانا بنظام تعليق أمامي ماكفيرسون وخلفي تورشن بيم، DST أو دول كلاتش، 7 سرعات ويت مش دروي، ودي حاجة كويسة مش وحشة. ودلوقتي نتكلم على أبعاد العربية بسرعة. طول العربية 4 متر 41 سنتي، والعرض بتاعها متر 850 سنتي، أما ارتفاع العربية متر و60 سنتي، ودول قاعدة العجلات 2 متر 65 سنتي، ووزن العربية 1370 كيلو. وحجم شنطة العربية مش كبير أوي، 341 لتر. وأهم حاجة طبعا ارتفاع الخروص الأرضي للعربية 14 سنتي ونص، وده يعتبر ارتفاع مش وحش. بس برضه لازم تاخد بالك ان العربية كده مش عالية أوي عن الأرض، فلو دخلت في مطبات أو حاجات عالية شوية ممكن تحك منك. العربية طبعا جر أمامي، والبنزين الموصى بيه 95، وطبعا عربية جر أمامي. العربية عندنا في مصر بتيجي 4 فئات، كلهم بياخدوا ضمان 150 ألف كيلو أو 5 سنين. أول فئة معانا في العربية فئة GS، ودي بتيجي من نظام أمان ستاندرد 2 إيرباج، ونظام هيل ستارت هولد كنترول اللي هو التحكم بالسرعة عند المنحدرات، وفرامل يد كهربائية، ونظام تحكم في الثبات الإلكتروني ASP مع نظام مراقبة ضغط الإطارات. أما بالنسبة للتجهيزات بقى، فالعربية بتيجي من نظام أبواب تعمل باللمس، وبتيجي العربية بنظام مالتي فانكشن تحكم في الطارة وكراسي من القماش. واحسن حاجه في العربيه بتيجي بجانت سبور 18، وبيجي معاها كمان اطار احتياطي. والمصابيح الاماميه في العربيه دي بتبقى ليد، وكمان المصابيح الخلفيه ليد، وبتيجي ستاندرد فوج لايت. وفي انظمه مساعده القياده العربيه بتيجي بمثبت سرعه وحساسات ركن خلفيه. اما بقى نظام الترفيه في العربيه، فالعربيه بتيجي بشاشه وسطيه 10 وربع انش، ممكن نوصل فيها التليفون بخاصيه ابل كار بلاي، ومزوده ب2 سماعه ومنفذ USB امامي، وبلوتوث لو حابب توصل العربيه، وبلوتوث لو حابب توصل التليفون بتاعك من نظام الترفيه من غير سلوك. من الحاجات الدلع برضه في العربيه ان دخول العربيه واداره المحرك بدون مفتاح، والفئه دي بتيجي بسعر 1,195,000 جنيه. ولو حابب تعلى شويه وتزود 60,000 جنيه هتخش في الفئه التانية اللي هي فئه الGB، هتدفع 1,255,000 جنيه. هتاخد بيهم ايه بقى؟ تكييف الهواء بتاعك هنا هيبقى اوتوماتيك، وتبقى عندك فتحات تكييف للراكب الخلفي، والدركسيون بتاعك في الفئه دي هيبقى جلد،
وهتاخد فرش جلد العربيه والدركسيون. في نظام الامان هيزيد معاك، بدل ما يبقى عندك 2 ايرباك بس يبقى عندك 4 ايرباك. وفي نظام الترفيه في العربيه بدل ما يبقى عندك سماعتين يبقى عندك 4 سماعات. ومع فتحات التكييف الخلفيه هتاخد كمان يو اس بي خلفي، والفئه دي كمان هتزيد معاك كاميرا خلفيه عشان يساعدك في الركنه. طب عايز شويه دلع اكتر وكماليات اعلى، يبقى انت هتخش على فئه الجي ال اللي هتزود 100,000 جنيه كمان، يعني هتدفع 1,355,000. هنا بقى هتزود على الكلام اللي فات ده كله مرايات كهرباء، حساسات مطر، وهتبدا تشوف فتحه سقف في العربيه. وهيزيد معاك في انظمه الامان نظام الاتش دي سي او الهيل ديسنت كنترول، ده نظام المساعده عن نزول المحاضرات. والسماعات عندك في العربيه تبقى 6 سماعات بدل 4. ومنفذ اليو اس بي الامامي اللي عندك يبقى تايب سي. والكاميرا بتاعتك بدل ما هي كاميرا خلفيه عاديه هتاخد كاميرا 360. طيب معاك فلوس زياده وعايز تاخد بقى قمه الدلع، هتدفع 110,000 جنيه زياده. العربيه هتقف عليك ب1,465,000، وهتخش في فئه الار ستايل. ودي بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم الجنوب بتاعتك هتبقى 19. وهتاخد معاك الار باكج ستايل، وشنطه العربيه بتاعتك هتبقى كهرباء. وهتاخد معاك قدام شاحن وايرلس. واهم اضافه عندنا بقى هنا نظام المساعده على القياده، هتاخد معاك مثبت سرعه تكيفي، نظام فرامل ذاتيه في حاله الطوارئ، تحذير اصطدام امامي، ونظام التعرف على اشاره المرور الاوتوماتيكي، ونظام مساعده في حالات الازدحام المروري، ونظام كمان بيقللك في انعكاسات الاضواء العاليه، واهم حاجه نظام اللين كيب اسيست او البقاء في الحاره وتحذير الخروج من الحاره المروريه. واهم حاجه في الناس اللي بتحب الدلع بدل ما تركب شكمان وتعدل، هدي كده نظام مخصوص لتغيير خصائص واداء صوت العادل. وبس ده كان كل حاجه محتاج تعرفها عن فئات العربيه وعن التوكيل بتاعها في مصر موديل 2025. شاركونا بارائكم في الكومنتات، ايه رايكم في العربيه دي وفكركم هتنجح في السوق ولا لا مع كميه الكماليات الرهيبه اللي نازله بيها، خصوصا مع الاسعار اللي احنا بنسمعها، فهي نازله بفئه سعريه معقوله مش وحشه. وان شاء الله قريب على القناه هعمل ريفيو عن العربيه دي شامل، هنتكلم فيها عن كل حاجه بقى، عن مميزات وعيوب العربيه وايه اشهر العيوب اللي قابلت ملاك العربيه حوالين العالم سواء في الجيل الاول او في الجيل الثاني. واكتب لي برضه في الكومنتات لو عايز تعرف ريفيو عن عربيه معينه، وبص بصه في القناه على الفيديوهات اللي فاتت، ان شاء الله هتلاقي حاجه تفيدك. واشوفك الفيديو الجاي. كان معاكم مؤمن سيد، سلام.